صباح الخير. عندك مثل هذه مكسورة اللي تبع باب الموسى، تاخذ قطعة كاملة وتروح للصناعية. حلو. أول ما تمر محلات اللي يشتغلون بباب الرول، في محلات غير مشهورة مثل هذا، يصير غالبا عندهم سكراب. شوف الموسى، طبعا هم ما متابعين للموسى ولا شيء. شوف السكراب، غالبا يكون سعرهم رخيص، بس لازم تكون أنت ملم بالسعر قبل. هم تجي تشتري ب150 وهي سعرها أصلا 150، أو تشتري بأكثر من سعرها من الوكالة. اللي قبل شوي كان الرواد، الحين هذا العويبد، نفس الفكرة. يشتغلون بأبواب الرول وعندهم سكراب شركات أخرى، ممكن تحصل قطعك. طبعا من أول سمحين، لكن الحين تلقاهم غاليين شوي لأنه معروف الأسعار. داروا أن الناس ترى عندهم أغراض تخص شركات أخرى، فصاروا يرفعون الأسعار ويتضربون بهن، لكن في بعضهم يهمهم هذا الشيء. وصلنا عندهم شيء. الحين عندك طريقين، يا تروح المخرطة ولا تروح الورشة إحداد. يكون فنان بس نامون على راعي مخرطة بروح أشوفه. المعلومية تراك تقدر تزين ببيتك، لكن اللي ما عنده ورشة صغيرة بالبيت فالأفضل يروح للصناعية. هذا المحل بس يبغى هذا قطعة، وهذا سماكة سمسم، هذا سماكة سمسم، وهذا طول سمسم. يبغى هذا سمسم مقاس سمسم سماكة، وهذا سمسم مقاس سمسم سماكة. بعدين هول هذا خلي، هذا خلي، هذا خلي. هذا أنا موجود، هذا أنا يبغى. محل ثاني، هذول اللي أنت تحتاجهم ما يروح منك. هذول اللي تبي تصلح مثلا. هذا يبغى سماكة صيخ، تجيب صيخ صغير، وصيخ هنا سوي برم، خلي أصغر. هذا قال يعطيك الصيخ أنت زينه بالبيت. يلا خوف العمال إني أنزله كامل، لكن بنزل القطع ذي وبشوف شو. هذا السمسم مقاس وهذا السمسم مقاس. هذول اللي تحتاجهم، هذه اللي راح ترهم عليها، وهذول اللي تحتاجهم. الله يا ابو سعود، هذا مخرطة تدورك. ما شاء الله عليك فنان. هذا مهندس ابو سعود ما شاء الله، استاذ بالمخارط ما شاء الله، فنان له حساب. المخرطة الأول ما رفض، بس قال لي تجي. أنا والله مستعجل، قلت له تزين لي الحين، ما يخاف. جاب لنا الله ذيبان. يعني هذه كلفت علي 30 ريال شغلته. يقول لي قبل شوي انه جاء واحد فلبيني زين تقريبا 30 حبة. عاد كم يبيع الحبة الله أعلم. الله صحيح بقصة على طول. فنان ما شاء الله عليك، 100 100 يا سلطان راهي. سلطان راهي، سلطان راهي. سلطان راهي. طبعا سلطان راهي هذا مثل اللي قلت للهندي سلمان خان. لا هو هندي. هندي أنت سلطان راهي. يعطيك العافية، شكرا. طبعا الحين بيخليه زي ما تقول مستطيلة. الحدادة متعة. مخرطة كراج قمة ما شاء الله 100%. بارك الله يا مهندس، شكرا. أثر حار. تجميع القطع، تركب السبرينج أول شيء. امسك. لا أنا أركب هذا فوق. الحين نطبقه كذا حلو، نضغط عليه يطلع من فوق. ركب هذا الحديد، ركب الحديد ذي بالأعلى، وركب هذا مسمار. شوف بشر. ما شاء الله تبارك الرحمن، طلعت زي الحلاوة. وممكن ينكسر باب الرول ولا تنكسر ما شاء الله. هذا كله بلدية ما في فايدة. اي والله هذا حديد كويس الحين ما شاء الله. إذا بغيت تحوله يدوي تحوله من الجهة الطويلة هذه، مسمار بالجهة اليسرى، هذا تفرك على اليمين ينفتح الباب يدوي كذا، يكون اوتوماتيك ما شاء الله، صلب وقوي وما شاء الله. تحصلون عند ورشة قمة. رجعنا الجاكراندا، هذا جاكراندا، هذا مهندس أبواب الرول الرواد. جيت عشان أخذ منه القاعدة هذه. يبيع لك أي قطعة تبع الموسى، تبع أنفال، عندهم أي شيء تحتاجه من أبواب الرول، حتى لو أنه قديم محول، سعره طبعا أقل من الموسى، أقل بواجد. تمام. شوف هذول المكرات، في عندهم مكرات، عندهم أسعاره أحيانا ما تعدل الموسى. طبعا لازم تصير عارف من الأسعار قبل تجي. شوف مثلا هذا أنا أخذته من عنده ب10 ريال. وهذا جاكراندا إذا بغيت تجي ولا شيء من هنا ذكرت لكم وحط لكم رقمه إن شاء الله تواصلوا معه. اللي عنده باب خربان، اللي عنده يبي له وزن، اللي شيء من هالقبيل بالبداية. ويخدم الخبرة ورياض خبرة وعنيزة. ممكن تروح عنيزة. بريدة تروح. بريدة بردورو، مذنب بردورو ما شاء الله، والمذنب والرس كله. طبعا ياخذ على المشوار الأصر بيض، المشوار المدينة بعيدة ياخذ عليها قروش. أخذت من عنده القطعة هذه عشان هذه مكسورة. الفتحة هذه اللي على الشقبة الحديد هذا، ولو تلاحظ جهة طويلة وجهة قصيرة طبقة بهالشكل. عيد تجي مع
بهالشكل تحوله يدوي بعدين يطبق معك، تقدر تربط المسامير. إذا حركته وصار تقل معشق معك وهو محول يدوي معناته أن الماسورة هذه طويلة، قدرت أن تسحب هذا بالخارج أكثر. لازمك حال تحويل يدوي أنه يكون طالع ظاهر بهالشكل، فأنت تحط له وردة هنا، تركب له ورد بهالموقع بحيث أنه يظهر شوي، بحيث أن الباب يدور معك ما يوقف. الشكل داخل ملي بس في عرض أحيانا لازم تصير تسحبه، يعني لازم تحط وردة. هذا يحصل الخطأ هذا بسيط ما يذكر. تجيب وردة يعني انك تروح لمه مرة ثانية تخليه يقصر على ماسورة، شيء بسيط. حطينا ربلة حقت اللي زراعي، وهذا ما شاء الله يمشي زي الحلاوة ما يدقق. المل اللي كان يمسك بالرول رجع شوي بسبب هالربلة هذه. النقطة الثانية أحب أنبه عنها أن بعض الناس يخلي الباب يرتفع له. الأفضل أنك تازنه عن طريق الريلهات الحساسات ذولي، أنه يقف قبل نهاية الحديد هذا علشان يساعده حال النزول أنه ينزل على طول باتجاه المجرى، لكن لا صار فوق لآخر شيء. أحيانا يعض بهالشكل، تحاول يرتفع هذا على برا بعدين يعض ويقف بعدين تنفل الرولة كلها. شوف احتياجك وش كم طول موترك، تمام، وخذ فوقه 10 سنتي. تقول محمل أغراض، إذا جيت داخل الموتر أنت محمل أغراض حاول له يدوي وارفع على آخر شيء هالشكل وخلاص. وزنت هذا الارتفاع، هذا حساس الصعود واللي تحته حساس النزول. إذا لمس حساس النزول اقتلبت الدائرة، اقتلب دوران الدينامو وبدأ يرفع عكس. إذا ضغط على الصعود تقتلب الوضعية عكس بعد. نحاول يدوي بهالشكل إلى الآن معشق، بس تحركه يعشق، يدخل بالمجاري لبوه فتحات دوائر كل مسافة معينة فيه نقطة. إذا دخل به الذراع اللي احنا زينا يمسك الترس يخليه يدور مع المكرة الداخلية. بيشوف دوران المكرة. الحين نازل الباب ممتاز. الآن اقتربت الدائرة، هذا بحال الصعود دور. الأصل الأذن هذه إذا لمست الحساس هذا وقفته هنا، إذا خرب أو فلت يرتفع الباب لآخر شيء. شوفوا يعتبر مرتفع بالحين. ترخي الثلاث مسامير هذه وتحرك الذراع. أنا زدت عليه علشان أقف قبل النقطة هذه، أنا بيقف تحت شوي. ثبت يدك هنا عشان ما يتحرك هذا، وحرك هذا تدريجي شوي، يزد عليه اتجاه صعوده. هو توي يرتفع كان يجي مع الجهة هذه، فالأصل أنه يكون يصل بدري علشان يقف بدري. أنا رفعت عليه وقضيت، باقي نشد على مسامير الثلاث هذه. بعدين نجرب ننزل الباب. إذا اختلف معك بتل يضغط تحت، حاول انك تصير حول مفتاح عشان تطفيه. وقف زي الحلاوة لأنه ما تحرك معي. الآن بالصعود تمام. نبغى ننزله زود، نرفع على هذه زود، بنخليه على هذه، يعني يعتمد انه لا شافه متغير عن هذه معناته ان الوزن خرب من جديد، يبي له وزن من جديد. اذا جيت تطبق الغطاء ابو 3 مسامير هذا شوفوهن فوق، احرص على اللي جنب الحساسات ان الحساسات تطلع مع الوقت، واذا طلعت تعقد الباب كله، لان هذول هنا اللي يطفن الرول. كذا مزبوط انحصل هذا الوزن. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. صعود الأصل يقف نفس مكانه، إذا اختلف معناته في مشكلة بالتروس الداخلية. ممتاز زي الحلاوة. ولو يفرد الحين وأنا برا مشكلة. السيخ اللي استخدمت 12 ملي مصمت ناعم. اللي من البداية ترى خليت قطعة طويلة، يعني تطلع لها يمكن 3 حبات عند نسرع المخرطة. اللي بيسوي له 2 3 يمر المخرط. الله يتقبل من الجميع.